من أعالي جبال تيزي وزو، حيث تلتقي قمم الصخر بصدى التاريخ، انطلقت أولى مشاهد تصوير الفيلم السينمائي الكبير ربوة الثائر، أحدث إنتاجات التلفزيون الجزائرية، في عمل يعيد بعث روح الملحمة التحريرية في ذكراها 70، ويحمل توقيع نخبة من أبرز الممثلين الجزائريين. فرحانة وسعيدة جدا 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 بمشاركتي في هذا العمل اللي يصور حقبة من تاريخنا المجيد. حاجة مليحة وخاصة الجيل الجديد، لا نوفيل جينيراسيون لازم يشوفوا بزاف هذه الحقبة. فوالا راني معايا اون ايكيب هايلة فيها ممثلين توزيع مليح، نص مليح مع مخرج متمكن. شرف لنا أننا نشاركوا في هذا الفيلم، ونشاركوا في الفيلم اللي يعبر على الهوية الجزائرية، على الثورة الجزائرية، على النضال. ربوة الثائر ليس مجرد فيلم، بل إعادة تشكيل لوجدان أمة، وسفر بصري يعيد المشاهد إلى تلك الربوات التي احتضنت أولى شرارات الثورة. عمل يعتمد الواقعية التاريخية ومبني على شهادات وأحداث حقيقية، ليقدم للمشاهد لوحة سينمائية متكاملة تجمع القوة الدرامية وصدق الأداء. La révolution ضربك ضمن دي فيلاج كابيل، ضربك ضمن دي ريجيون دو لالجيري، ضربك ضمن دي ولايه دو لالجيري. دونك زعما دير ليستوار كي ثرا كي مرتكي القبايل، تزعما تفضل ليستوار كي بالك ثرا كشاويد، زعما تفضل ليستوار كي بالك ثرا ريمصافيين. الفيلم كان هنا يعني الحكايه تاعو تصرى في دشره من دشر اعالي تيزي وزو. دونك حنا في روبيراج ولقينا القريه هذه باش نصوروها فيلم تاعنا. هو فيلم من 3 أفلام ينتجها التلفزيون الجزائري ضمن 70 ثورة التحرير الوطنية. عن قريب جدا سينطلق تصوير فيلم كبير جدا حول شخصية البطل محمد بودية رحمه الله، وهناك فيلم آخر ينطلق تصويره في الجنوب الجزائر تحت عنوان رمال ثائرة. إذن هذه طبيعة دور التلفزيون الجزائري أن يساهم مساهمة كبيرة في دعم المبدعين، في دعم الإنتاج السينمائي. ومع الاحتفال ب70 الثورة التحريرية المجيدة، يقدم التلفزيون الجزائري من خلال هذا العمل رسالة واضحة. الذاكرة الوطنية ليست مجرد صور من الماضي، بل مسؤولية تصان وتروى وتقدم للأجيال بلغة الفن والإبداع.